لو بتستخدم كلود ففي ميزه جديده هتقلب طريقه شغلك 180 درجه. من اسبوعين انثروبيك اطلقت حاجه اسمها ايجنت سكيلز. السكيلز ببساطه زي ما تكون بتدي كلود كورس تدريبي في مجال معين. تخيل معايا انت بتشتغل على الاكسل، كلود بيفتح سكيل الاكسل وبيبقى خبير في الصيغ والبيفت تيبلز وتحليل البيانات. تعمل باوربوينت يشتغل سكيل التصميم ويطلع سلايدز شكلها بروفيشنال. لو انت فاكر ان دي انستراكشنز او تمبلت، فلا يا معلم، السكيلز دي بتبقى تعليمات محدده بالترتيب وكود قابل للتنفيذ. يعني فعليا في سكريبتس بايثون وجافا سكريبت بتشتغل جوه كلود نفسه، والاخطر انك تقدر تعمل سكيلز خاصه بيك. خليني احكي لك عن تجربتي الشخصيه. انا كنت عايز سكيلز تكتب سكريبتات بالعربي بنفس اسلوبي وطريقه كلامي. قلت لكلود ساعدني اعمل سكيل للمحتوى بتاعي، ولقيت ان عنده سكيل جاهزه اسمها سكيل كرييتور، مهمتها ان هي تعلمك ازاي تعمل سكيلز. بدا يسالني شويه اسئله زي ايه نوع المحتوى اللي بتقدمه، وطلب شويه امثله. جاوبته واديته 20 سكريبت كنت كاتبهم قبل كده، وبس كده حللهم، فهم اسلوبي، طلع الباترنز، وبنى سكيل كامله. وبعد ما رفعتها بقى عندي سكيل جديده اسمها Arabic Content Scripts. دلوقتي لما اطلب منه يكتب لي سكريبت بيفتح السكيل دي تلقائيا وبيكتب بنفس الاسلوب اللي اتعلمه. انثروبيك حاطه سكيلز جاهزه للباوربوينت، الاكسل، الوورد، والبي دي اف، وطبعا مع امكانيه انك تبني السكيل الخاصه بيك. المفاجاه الكبرى، النص اللي بتسمعه دلوقتي مكتوب بالسكيل اللي عملتها. يعني كلود استخدم السكيل بتاعه الارابيك كونتنت سكريبت وكتب السكريبت ده باسلوبي. قول لي بقى، السكيل دي طلعت شاطره ولا محتاجين نطور السكيلز بتاعتنا شويه؟ ولو هتعمل سكيل لنفسك هتعلم كلود يعمل ايه؟ مستني رايكم في الكومنت. سلام.